كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أعظم شخصية غابت عنك، فجأة لقيت اتصال جاي لك منه بيقول لك أنا جاي أزورك. عارف ده مين؟ أفضل شخص بتحبه. عارف الشخص ده؟ مليونير، ملياردير. أنت جازم إن هو جايب الهدايا العالية جدا، أنفس الهدايا، أغلى المكافآت. هيديك ذهب، هيديك دولارات، هيديك فلوس، وهيديك عربيات، وهيديك بيت، وهيديك شقة، وهيديك خير عظيم قوي، وهتحصل من وراه منافع ما حصلتهاش من حد. هتقعد تتوب لغايه ما يجي وتمدد رجليك وتشد اللحاف تقول لهم بيصحونا ما يتصل؟ ده انت هتجهز العربيه اللي تقابله في المطار، هتقعد ترتب هيقعد عندي قد ايه، كل يوم عامل له فيه برنامج، لان انت على قد ما هتحسن ضيافته على قد ما ايه هيديك. كيف اذا كان هذا الضيف ليس حبيبا اليك فحسب، بل هو حبيب الى الله وحبيب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحبيب الى جموع المسلمين. كيف اذا كان هذا الضيف يحمل بين ايامه وخلال لياليه الخير والبركة. هذا الضيف هو شهر رمضان. هذا الضيف لو صح لك فيه يوم لكان فيه خلاصك، لو صحت لك فيه ليلة لكان فيها عتق رقبتك من النار، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، في رواية في كل يوم وليلة. انت متخيل فرص ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ظبطهاش في الصيام. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما ظبطهاش في التراويح. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر يا أحبة فيه أجور عظيمة، فيه فضائل جسيمة، فيه تكفير للسيئات. هذا الشهر فيه تفاض النفحات، تتنزل الرحمات، تضاعف الحسنات. هذا الشهر يا أحبة فيه ليلة لو وفقت لها لكانت تقدر بعبادة رجل عبد الله أكثر من 83 عاما. واحد قاعد كده واقف يعبد ربنا 83 سنة، انت بالليلة دي حصلت ثوابه وأجره. بس الخواتيم مواريث السوابق. توصل لدي امتى؟ بان انت بتجتهد من بدري، لك سابقة خير، جد واجتهاد وصدق. لذلك بنقول لازم نية صادقة. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بالطاعات، طهرها وطيبها بالإقبال على مراضيه سبحانه وتعالى. وقد خاب وخسر من دنسها ولوثها وخبثها بالمعاصي والمنكرات. يا اخوانا ما تنسوش احنا هنا في دار اختبار، والمواسم دي منن من الله، رحمات من الله سبحانه وتعالى يمتن بها علينا، تبقى زي محطات بنزود فيها في مسيرنا الى الله. اوعى تضيع، بس استعد وابدأ من بدري. شوف احنا بنقول هستقبله ازاي الضيف ده، بقول لك ليلة واحدة ده نزل فيها صورة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ده أسلوب تفخيم وتعظيم لليلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. خير من 1000 شهر يعني بأكثر من 83 سنة. خير من 1000 شهر. وإيه كمان؟ تنزل الملائكة والروح فيها. خبر بالله عليكم، حد عاش مع المشهد ده؟ ليلة الملائكة نزل كأن الأرض إن صح التعبير في مهرجان احتفال، الملائكة في الأرض. ده جبريل عليه السلام أمين وحي سماء في الأرض،
في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عدد الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى، لأن نزل فيها القرآن مع أعظم الملائكة على أعظم رسول على أعظم أمة في أعظم ليلة. كل اللي اتصل بالقرآن يبقى عظيم. تضيعها. هو انتوا عارفين انا ساعات بقعد اقول كده، هو كأنه كل الشغل اللي من شعبان وجاي مع النبي صلى الله عليه وسلم كله عشان الليلة دي. هو بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده بيقوم ايه؟ يقطع العلائق عن الخلائق ويتصل بخدمة الخالق. وهذا معنى الاعتكاف عند أرباب السلوك والتربية. ما بتكلمش عن معناه فقها دلوقتي اللي هو المكث أو لزوم المسجد تعبدا وتقربا لله التماسا لليلة القدر، لا، ده المعنى الإيماني بقى. يقول لك ايه؟ قطع العلائق، ابن رجب يقول عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. يضرب خباء، ده جوه المسجد كمان، وجوه المسجد عامل مسجد خباء، خيمة جواها. كل ده ليه؟ التماسا لليلة القدر. العشر أيام كلها مقصودها العظيم ايه؟ وكل ده انت فيه ينصلح قلبك وتزكو نفسك. انت كده وان ده يكون شهر تطهير القلب. واحد يا اخوانا مدمن لمعصية معينة، مبتلى بذنب معين، حس ان قلبه خبث او فسد، ده موسم التطهير، ما تضيعوش، استعدي له عشان ده ينضف. واحد بيقول انا والله مفتون بامرأة، مفتون بالمواقع الإباحية، مفتون بالعادة السرية، مفتون ببلية وبمصيبة، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب على عصاة الموحدين. فرصتك هذه، موسمك هذا. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. فرصة ما تضيعهاش. كم واحد كان معانا في رمضان اللي فات مش لاقيينه، ولسه احنا هندخل على رمضان، هنفقد كام؟ نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال.